خلينا متفقين انا وانت على حاجه واحده بس، ان مهما كان الازمات اللي بتحصل معاك في حياتك استحاله هتموتك، واستحاله يكون هو ده اخر المطاف بالنسبه لك. الازمات اللي بتحصل معاك في حياتك كفيله ان هي تديك دفعه لقدام، كفيله ان هي تغير حياتك، بس انت تاخد بالاسباب. وخليك فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فعايز اقول لك ان مهما كان اللي بيحصل معاك في حياتك او على مدار اليوم، فتأكد ان اللي بيحصل معاك ده اكيد خير وتدبيره من عند ربنا سبحانه وتعالى، واكيد ربنا سبحانه وتعالى شايل لك الافضل والاحسن علشان يغير حالك ويبدل احوالك من حال لحال تاني خالص. بس انت خليك فاكر حاجة واحدة بس: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ربنا سبحانه وتعالى اللي قال كده، فتذكر كلام ربنا سبحانه وتعالى علشان انت مش هتمشي ورا اي حد من الناس، انت مطالب منك تمشي ورا ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هتشغل بالك بالناس والله ولا هتروح ولا هتيجي. واسمع الكلام عشان ترتاح.